حبايب قلبي طلبة جريد 4 أولياء الأمور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع سيشن نمبر 10، هنشرح أول ليسون في يونت 3 بعنوان Measuring Lens. قبل ما نبدأ نشرح درسنا النهاردة، عايز كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الإشعارات عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. طيب، قبل ما نبدأ نشرح الدرس، عايز أفكرك بحاجات خدتها في جريد 3 وجريد 2. احنا كنا بنقيس اللينس باي يوزنج المتر والسنتيمتر والمليمتر. النهارده في يونتس هتزيد علينا كمان بنستخدمها في الميجرنج لللينس، زي المتر والديسيمتر والكيلومتر. طيب، المتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر وكمان الكيلومترز ار يونت فور ميجرنج لينس، يعني بنستخدمهم عشان نقيس الاطوال. ايه علاقة اليونتس دي ببعض، وازاي نعمل converting من يونت ليونت، يعني ازاي احول من يونت ليونت؟ هو ده الدرس بتاعنا النهارده. relating units of length. احنا عندنا تيبل صغير كده بيعرفنا فيه اليونتس بالترتيب من الكبير للصغير. يعني ايه؟ يعني انا كده بعمل ascending order ولا descending order؟ من الكبير للصغير يبقى descending order. ده descending، يعني اكبر يونت عندي هي الكيلومتر، وبعدها على طول المتر، وبعدها على طول الديسيمتر، وبعد كده السنتيمتر، واصغر يونت خالص هي المليمتر. طيب، اليونتس دي ليها اختصارات. الاختصار بتاع الكيلومتر كي ام، الاختصار بتاع المتر هو ام، اختصار الديسيمتر دي ام، واختصار السنتيمتر سي ام، واختصار المليمتر ام ام. طيب، نبدأ نعرف الريليتنج بتاعت اليونتس اوف لينس. يعني ايه 1 كيلو متر equal 1000 متر؟ يعني كل 1 كيلو متر في 1000 متر. طب 1 متر equal 100 سنتيمتر، يعني كل 1 متر جواه 100 سنتيمتر، وكل 1 متر جواه 10 ديسيمتر. يعني ال 1 متر ممكن افصصه ل 100 سنتيمتر، وال1 متر برضو ممكن افصصه ل 100 ديسيمتر. طب ال1 ديسيمتر كده معناها 10 سنتيمتر، وال1 سنتيمتر ايكوال 10 مليمتر. في بقى حاجة مهمة جدا لازم نحفظها في خيالنا عشان نعرف نعمل converting للمتريك لينس يونت. ازاي نحول من يونت ليونت؟ اهم حاجة نعرفها لما اجي احول من الكبير للصغير هعمل تايمز، يبقى from الجريتست to السمولست هنعمل تايمز. طب العكس، من السمولست للجريتست هنعمل ديفايد. نشوف كده مع بعض، احنا عارفينهم بالترتيب: كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. الترتيب ده لازم نكونوا حافظينه شوية كويس قوي. من الكيلومتر للمتر، من الكبير للصغير بعمل تايمز 1000. طيب، من المتر للديسيمتر بعمل تايمز 10. من الديسيمتر للسنتيمتر تايمز 10. من السنتيمتر للمليمتر بعمل تايمز 10. يبقى انا حفظت كده كيلومتر ومتر وديسيمتر وسنتيمتر ومليمتر، وحفظت ترتيب حاجة تانية 1000 10 10 10. دي مهمة جدا. هحفظ كده بالترتيب كيلومتر، وده الفيرست، ده أكبر حاجة. بعد كده متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، واحفظ 1000 10 10 10. وكل مرة بنقل نفسي من الكيلومتر للمتر، كل ستيب هعمل تايمز النمبر اللي انا حافظه. يعني من كيلومتر لمتر هعمل تايمز 1000، ومن متر لديسيمتر هعمل تايمز 10، من الديسيمتر للسنتيمتر هعمل تايمز 10، ومن السنتيمتر للمليمتر هعمل تايمز 10. طيب، لو حبيت انط 2 ستيب يبقى هعمل مرتين تايمز 10، يعني تايمز 100. يعني انا لو بكونفرت من المتر للسنتيمتر نطيت كام ستيب؟ 2 ستيب، يعني بعمل تايمز 10 وكمان تايمز 10، يعني تايمز 100. طب لو حبيت اروح من الكيلومتر للديسيمتر هنط 2 ستيب، واحدة منهم بتايمز 1000 والتانية تايمز 10، يعني هعمل تايمز 10000.
طيب العكس بقى، يعني لو همشي من الصغير للكبير، من المليمتر للسنتيمتر، هعمل بقى المرة دي ديفايدد. احنا قلنا من الجريتست للسمولست بعمل تايمز، ومن السمولست للجريتست بعمل ديفايدد. هنا المليمتر ده اصغر يونت، يبقى هعمل ديفايدد باي 10 عشان اروح للسنتيمتر. ومن السنتيمتر للديسيمتر، السنتيمتر هو الصغير، يبقى هعمل ديفايدد 10 عشان اروح للديسيمتر. ومن الديسيمتر للمتر، الديسيمتر هو الصغير، يبقى هعمل ديفايدد باي 10 عشان اروح المتر. والمتر للكيلومتر، المتر هو الصغير، يبقى هعمل ديفايدد 1000. يبقى اهم حاجة احفظ الشكل ده في خيالي، واهم حاجة اعرف الستيب كل مرة بكام. 1000، 10، 10، 10. طب العكس، 10 10 10000. يبقى في التايمز بحفظهم 1000، 10، 10، 10. وفي الديفايدد بحفظهم 10 10 10000. طب لو هنط تو ستيب، بشوف التو ستيب دول تحتهم ايه، مرة 10 ومرة 10، يبقى ديفايدد 100. طب لو بنط تو ستيب من هنا، من المليمتر للديسيمتر، هشوف تحتهم ديفايدد 10 وديفايدد 10، يبقى الاتنين على بعض ديفايدد 100. هخلي قدامي الرسمة دي كده وابدأ اشوف الاكسرسايز ده الصغير ده هنحله ازاي. هنا 8 متر، عايز يعرف فيهم كام سنتيمتر. فين المتر؟ المتر اهو. هروح من المتر لحد السنتيمتر، يعني هنط كام ستيب؟ 2 ستيب. والمتر هو الكبير، يعني هروح للسنتيمتر الصغير، يبقى هعمل تايمز 100. يبقى ال 8 دي هاخدها 8 تايمز 100 equal 800 سنتيمتر. زمان في جريد 3 كنت بقول لكم بزود 2 زيرو، دلوقتي انا بقول لك احنا بنعمل تايمز 100. والتايمز لل 100 ازاي بنعملها يا حبايبي؟ بقول لك هناخد التايمز تايمز ال1، ال8 تايمز ال1 equal 8، وال2 زيرو دول بنقلهم الناحية التانية بالشكل ده، يبقى 800. طب 130 مليمتر، عايز يعرف فيهم كام سنتيمتر. طب نشوف، انا واقف عند المليمتر يعني واقف هنا، عايز اروح للسنتيمتر، يبقى هروح من تحت، يبقى هعمل ديفايدد باي 10، يبقى لازم هشيل زيرو. لما بعمل ديفايدد باي 10 يبقى بشيل زيرو، يبقى هبقى مكتوب هنا 13 سنتيمتر. طب في لتر بي، عايز اروح من السنتيمتر للمتر، انا هقف هنا عند السنتيمتر وهروح للمتر. اروح من فوق ولا من تحت؟ من تحت، يبقى هروح من تحت 2 ستيب، يعني هعمل ديفايدد باي 100، يبقى هشيل 2 زيرو، يبقى هكتب 7. طيب لتر دي، 15000 متر، عايز اعرف فيهم كام كيلومتر. انا واقف عند المتر وعايز اروح للكيلومتر، يعني من الصغير للكبير، يبقى همشي من تحت، يبقى هعمل divided by 1000. divided by 1000 يعني في 3 زيرو هيطيروا، يبقى هشيل 3 زيرو من هنا، هيفضل هنا عندي 15. طيب ال 5 كيلو متر، عايز يعرف فيهم كام سنتيمتر. الله يا مستر، انا واقف عند الكيلو متر، هنطلع بس بالرسمة فوق شوية كده. انا واقف عند الكيلو متر وعايز اروح للسنتيمتر. الكيلو متر ده الكبير، يبقى هتحرك من فوق. بصوا كده هنروح كام ستيب. رحت كام ستيب؟ من الكيلو متر للمتر، وبعدين من المتر للديسيمتر، ومن الديسيمتر للسنتيمتر. كده 3 ستيبس، يعني هعمل تايمز 1000، وبعدين تايمز 10، وبعدين تايمز 10، يعني تايمز 100,000، يعني دول 5 زيرو، يعني 100,000. يبقى هعمل تايمز 100,000، يعني هزود 5 زيرو، يبقى هكتب ال 5 زي ما هي، وبعد كده اكتب جنبها 5 زيروز بالشكل ده. 8 كيلو متر، عايز اعرف فيها كام ديسيمتر. طيب يبقى انا واقف عند الكيلومتر، هروح للديسيمتر، هتحرك منين؟ من فوق. طيب نطيت كام ستيب؟ نطيت 3 ستيبس او 2 ستيبس بس. رحت من الكيلومتر للمتر، يعني ادي 1000، وبعدين رحت للديسيمتر كمان 10، يعني 10000. يبقى هكتب هنا تايمز 10000. ال 10000 دي فيها 4 زيرو، يبقى 8 تايمز 1 equal 8، واحط 4 زيرو تبقى 80000 ديسيمتر. هنا عايزني اعمل convert lenses into units on the bar model. طيب
في لتر A هو قايل لي 845 سنتيمتر، عايز يعرف فيهم كام متر وكام سنتيمتر. نفتكر مع بعض الرسمة. أنا لو كنت واقف عند المتر، ادي المتر، وبعدها بيبقى فيه ديسيمتر، وبعدها بيبقى سنتيمتر، صح كده؟ طب انا هروح من الكبير ولا من الصغير؟ انا هبدأ من الصغير اللي هو سنتيمتر. هتحرك كام ستيب؟ 2 ستيب، يعني هعمل divided by 100. divided by 100 يا مستر، يعني انا عايز ال 100 بليس بس اللي هي تكون المتر. لو اعتبرت ان دي 800 سنتيمتر، يعني شلت ال 45 وال 800 سنتيمتر هي اللي هعمل لها divided 100، يبقى هتفضل عندي 8 لان ال 2 0 هيروح، ويفضل عندي اللي فاضل بقى 45 سنتيمتر. يعني من الاخر كده ال 100 بليس هو المتر. يبقى لما اكون عندي 845 سنتيمتر، اخد ال 100 بليس احطها هنا تبقى هي المتر، والباقي هو السنتيمتر. طب هنا الثاوزند بليس هي الكيلومتر. طيب انا عشان اروح من كيلومتر لمتر مش هعمل divided by 1000. طيب يا مستر يبقى الثاوزند بليس هو الكيلومتر، هعتبر ان النمبر ده 29000 بس. و 603 هي هكتبها هنا 603 متر، وبعدين بعمل divided by 1000، يعني 3 0 دول هيروحوا، يبقى هكتب هنا 29. يبقى انا لما اجي احول من متر لكيلومتر، ال 1000 بليس هي الكيلومتر، يبقى ال 29 دي هي الكيلومتر. يا مستر ده 1000 و 10000. ولو في 100000 كمان هحطها، يبقى البريود كلها بتاعت ال 1000 هي الكيلومتر. بعد كده بيقول لي complete each of the following. 600 مليمتر equal كام سنتيمتر؟ نفتكر مع بعض ترتيب اليونتس بالشكل ده. انا هكتب هنا كيلو متر، وبعد كده متر، بعد كده ديسيمتر، وبعد كده سنتيمتر، بعد كده مليمتر. انا عايز اروح من المليمتر للسنتيمتر، يبقى هنا هعمل divided by 10. طيب يا مستر يبقى هشيل 1 0 من هنا، يبقى هيفضل عندي 60 سنتيمتر. طب انا عايز اروح من السنتيمتر للمتر، يعني برضو من الصغير للكبير، يبقى هتحرك من تحت، هعمل divided 100. طب يا مستر ليه 100؟ عشان انا نطيت مرتين. طيب يا مستر يعني هعمل divided 100، يعني هشيل 2 0، يبقى هيكتب لي هنا 6 هي اللي فضلت. كل مرة وانا بحل المسائل من النوع ده لازم ارسم الرسمة دي قدامي. طيب ال 500 ديسيمتر عايز اعرف فيهم كام متر. طب بص يا مستر، انا هروح من الديسيمتر للمتر، يعني من الصغير للكبير، هتحرك من تحت بالديفايدد. طب يبقى هنا ستيب واحدة، يبقى ديفايدد 10، وبدل ديفايدد 10 يبقى هشيل 0 1، يبقى يفضل عندي 50. المرة دي بقى هو هنا عندي 3 كيلو متر و300 متر، عايز اعمل لهم بلس. ما ينفعش اعمل بلس غير لما اليونتس تكون شبه بعض. طيب يبقى لازم احول الكيلو متر لمتر عشان يطلع الناتج في النهاية بالمتر. طب ال 3 كيلو متر فيهم كام متر؟ يبقى هتحرك من فوق كده، بعمل تايمز 1000 اهو. هنا تايمز 1000 دي اول ستيب كنا حافظينها، 1000 10 10 10. طيب يبقى لما اعمل تايمز 1000، ال 3 دي هتبقى 3000 متر بلس 300 متر، يبقى 3300 متر. هنا زي البار موديل بالظبط، ال 100 بليس هي المتر، يعني هكتب هنا 5، واللي هيفضل 63 سنتيمتر. بعد كده بيقول لي circle the best unit to measure each length، يعني كل حاجة من دول عايز اختار البيست يونت. الهايت اوف ستودنت يعني طول اي ستودنت، طالب صغير، نقيس طوله بالمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالمليمتر ولا بالكيلومتر؟ الكيلومتر دي يونت كبيرة جدا، والمتر يونت برضو كبيرة على ستودنت صغير. احنا ممكن نقول ان هي بالسنتيمتر، يعني انت طولك ممكن يبقى about 92 سنتيمتر او about 110
10 سنتيمتر، يعني ممكن اقيسها بالسنتيمتر. والديستانس بين هوم اند سكول، المسافة بين الهوم والسكول. السكول مش جنبك، السكول انت بتركب الباص بتاعك عشان تروح لسكول، يبقى العربية او الباص بتاعك بيمشي مسافة، يبقى المسافة دي او الديستانس دي نقيسها بالكيلومتر. اللينس اوف ذا نايل ريفر، النايل، نهر النيل كبير جدا وطويل جدا، بنقيسه بالكيلومتر. ذا لينس اوف ان انت، النملة الصغيرة خالص اللي انا ما بشوفهاش بعناية، يبقى هقيسها بالمليمتر. الديستانس فروم كايرو تو الكسندريا، برضو دي مسافة كبيرة جدا بتتمشى بالعربية، يبقى هنقيسها بالكيلومتر. السؤال ده حبايبي بيقول لي fill the missing numbers، رسم لي بار موديل وقال لي 230 سنتيمتر، عايز يعرف فيهم كام متر وكام سنتيمتر. اتفقنا مع بعض ان ال 100 بليس هو المتر، يبقى هكتب هنا 2، والباقي اللي هو ال 30 هو هيكون السنتيمتر. هنا برضو ال 100 بليس هو المتر، يبقى هكتب هنا 4، والباقي ال 78 ده السنتيمتر. طب لما يجي يسألني عن الديسيمتر، الديسيمتر عشان اعرف الديسيمتر في كام سنتيمتر، انا بكتب كده اليونتس ورا بعض، هتلاقي الديسيمتر وراه على طول السنتيمتر، بينهم 1 ستيب يعني تايمز 10، يعني ال 10 بليس هنا هو الديسيمتر، يبقى هنا 8، والباقي هو السنتيمتر اللي هو 5. هنا بقى 3 كيلو متر و40 متر، عايز يعرف كلهم على بعض كام متر، يبقى لازم اكونفرت من الكيلو متر لحد المتر. طب من الكيلو متر للمتر بعمل ستيب اللي هي ب 1000، يبقى تايمز 1000 يعني 3000 متر، يبقى هنا بقى 3000 متر بلس 40 متر يعني 3040. هنا برضو عايز يعرف كم متر، ال 8 كيلو متر هي 8000 متر، بنفس الطريقة يبقى 8088 متر، هعمل لهم بلس. طيب ال 7 سنتيمتر عشان احولها لمليمتر، نرجع تاني السنتيمتر اهو وراه الستيب اللي وراها على طول المليمتر. طب من السنتيمتر للمتر دي ستيب واحدة، يعني هعمل تايمز 10، يبقى احول السنتيمتر تبقى 70 مليمتر. طب 70 بلس 5 يعني 75 مليمتر. بيقول لي دلوقتي answer each of the following، list the following lenses in ascending order، يعني عايز يبدأ من الصغير للكبير. طيب يا حبايبي انا لازم عشان ابدأ من الصغير للكبير لازم اليونتس تكون واحدة. اصغر يونت عندي هنا المليمتر، واكبر يونت هي الكيلومتر. طيب السنتيمترز دي احولها لكيلومتر ازاي؟ نرسم قدامنا كده اليونتس، الستبس. طيب احنا متفقين مع بعض الكيلومتر وراها على طول المتر، وراها الديسيمتر، وراها السنتيمتر. طب عشان احول من السنتيمتر للديسيمتر ادي ستيب، ومن المتر من الديسيمتر للمتر كمان ستيب، ومن المتر للكيلومتر كمان ستيب. طب يا مستر يعني انا هعمل هنا ديفايدد 10 وهنا ديفايدد 10 وهنا ديفايدد 1000، لا يبقى انا ما ينفعش اشيل 50 من هنا. طب انا هحول ده للمتر بس، يبقى هشيل 20، يبقى عندي هنا 80 متر، شلت 20 يبقى حولت ال 8000 سنتيمتر حولتها ل 8 متر، 2 ستيب. طيب و A دي 8 متر، ودي 80 متر، وده 8 كيلو متر، وده 8 مليمتر. طب كده الموضوع بقى سهل شوية. أصغر حاجة عندي هي المليمتر، اليونت بتاعت المليمتر هي أصغر يونت بنستخدمها for measuring length، يبقى أول نمبر هو ال 8 مليمتر. طيب بعديه على طول السنتيمتر، مفيش عندي هنا سنتيمتر، خلاص انا حولت دي المتر. وبعد كده الديسيمتر برضو ما عنديش ديسيمتر، عندي متر. طب اشوف بقى المتر انه الاصغر، ال 80 متر ولا ال 8 متر؟ طبعا ال 8 متر هي اصغر، يبقى هكتب 8 متر الاول، بعد كده ال 80 متر، وبعد كده
ال 8 كيلو متر ودي اكبر يونت. طب يا حبايبي ارجع ال 80 متر لاصلها، الاصل بتاعها كان 8000 سنتيمتر، يبقى هكتب هنا 8000 سنتيمتر وده الاوردر. يبقى انا كده رتبت in ascending order زي ما هو عايز. طيب a train cover 3 كيلومتر in 1 minute، يعني القطر بيمشي 3 كيلومتر في كل minute. What is the distance of the train cover in 7 minutes؟ in 7 minutes يعني كل minute هيمشي 3 كيلو، يعني 3 كيلو متر بلس 3 كيلو متر بلس طبعا 7 تايمز. كيلومتر دي اتكررت كم مرة؟ 3 كيلومتر اتكررت 7 تايمز، يعني ده تايمز تيبل، يعني 3 تايمز 7 equal 21 كيلومتر. يبقى الترين كله هيمشي 21 كيلومتر in 7 minutes. هنا بيقول لي choose the correct answer. 4 كيلومتر equal كام متر؟ طيب انا عايز احول من الكيلومتر دي الستيب الاولى، اكبر يونت وراها على طول المتر، من الكيلومتر للمتر بعمل تايمز 1000. تايمز 1000 يعني النمبر ده هزود له 40 يبقى 4000، 30 يبقى 4000، يبقى هختار لتر سي. هنا بيقول لي 10 متر ايكوال كام سنتيمتر؟ اكمل اليونتس، المتر وراها على طول دي سي متر، بعد كده سنتيمتر. طب انا واقف عند المتر وعايز اروح للسنتيمتر، يبقى همشي 2 ستيب، كل ستيب منهم بتايمز 10، يعني هعمل تايمز 100، يعني هكتب النمبر زي ما هو ازود عليه 2 زيرو يعني 1000. طيب ال 5 متر عايز اعرف فيهم كام سنتيمتر، برضو انا واقف عند المتر همشي 2 ستيب، يعني هعمل تايمز 10 وكمان تايمز 10 يعني تايمز 100، يبقى هعمل تايمز 100، يبقى هكتب ال 5 وازود عليها 2 زيرو يبقى هختار 500. هنا 5000 مليمتر عايز يعرف فيهم كام متر. طيب اخر يونت واصغر يونت عندي هي المليمتر. طب انا عشان اروح من المليمتر لحد الكيلومتر هروح الاول عند السنتيمتر اريح، وبعد كده اروح عند الديسيمتر اريح، وبعد كده اروح عند المتر اللي هو عايزه. طيب انا كده اتحركت كام ستيب؟ 1 2 3، من الصغير للكبير، يعني اتحركت من تحت، يبقى بعمل كل مرة divided by 10 يعني divided by 1000، بعدها بعمل divided by 10 و divided by 10 و divided by 10، يبقى كده عملت كله divided by 1000، يعني هشيل 3 0 1 2 3، يبقى هيفضل عندي ال 5، يبقى هختار letter A. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.